كريم بيقول الزمالك يقدر يكسب ماتش الاهلي في الجوله التاسعه. اكيد يا كيمو طبعا. ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش حسابات يا جماعه. ماتشات الاهلي والزمالك حالتك وتركيزك ورغبتك وجدعنتك ورجولتك جوه الملعب هي المحدد الرئيسي والاول للفوز. لا اسماء ولا ارقام ولا اي حاجه في اي حاجه غير انت يوم الماتش عايز تعمل ايه. طبعا الفنيات بتفرق، كواليتي اللعيبه بيفرق، كواليتي المدرب بيفرق، كل ده بيفرق، ولكن ماتشات الاهلي والزمالك تحديدا ما قبل اللقاء اديله وزن نسبي 50%، جوه اللقاء في 50% تانية خالص. ممكن تكون انت قبل الماتش انت اجمد وانت اعلى وانت كل الامور في صفك، تيجي يوم الماتش انت متعالي عندك ثقه زياده بتاع، مش داخل في برجوله وبجز وبحميه، تلاقي نفسك خسرت. وياما عندي امثله كتيره للقصه دي. ليه ونروح بعيد ليه؟ قريب ماتش اللي كان اخر ماتش اهلي والزمالك اللي كان فيه جوزيه بيسيرو مع الزمالك، وكولر مع كل الناس تخيلت ان الزمالك هيتحط عليه وهيخسر بنتيجه تقيله يعني. واللي حصل ايه؟ الزمالك كان افضل، حتى بعد ما اتاخر في النتيجه رجع وتعادل في السوبر الافريقي وغيره 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 في ماتشات كتيره جدا. والعكس بالعكس، والاهلي في ماتشات كتيره جدا انت كنت شايف ان الزمالك هو الاجمد وينزل الاهلي يكسر الدنيا ويكسب. فالاهلي والزمالك ملهاش مقاييس، والزمالك قادر يكسب طبعا في هذا اللقاء زي ما الاهلي قادر. ماتش ملوش مقاييس ملوش حسابات. الرجوله والجدعنه في ارض الملعب هي اللي بتحسمه وهي اللي بتحدده من اول دقيقه لاخر دقيقه.